تعالي رايحة فين؟ الناس اللي مش بتعرف تعمل الكرشة، الناس اللي مش بتعرف تنظف الكرشة وتخليها بيضة زي القشطة، تيجي معايا هنا هوريها ازاي تنظف الكرشة وتخليها بيضة زي القشطة من غير اي مجهود، ولا هتاخد معاها اي وقت، وهتبقى بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. هنعملها بكل سهولة وبطريقة سهلة وبسيطة وبوقت قليل جدا جدا. هتعملي اكبر كمية من الكرشة ومش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود. بالمعلقة السحرية دي بالمكون السحري الخطير هيخلي الكرشة بيضة زي القشطة. عايزين تعرفوا الطريقة اللي عملنا بيها الكرشة وخليناها بيضة زي القشطة؟ يلا الاول نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. يلا بقى نشوف الطريقة، بس اوعي تنسي تحطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. الناس اللي هتقول احنا بنحط ميه بتغلي، لا انا ما حطيتش ميه بتغلي، انا حطيت الحله على النار وسبتها لدرجه ان هي سخنت جامد بس ما غليتش، لان انا بقلب اصلا الكرشه بايدي هي في الميه وطايقه الميه. لكن لو الميه بتغلي استحاله ان انا اقلب الكرشه بايديا فيها. وتبداي تقلبي الكرشه على كل الاتجاهات، ما تسيبهاش على اتجاه واحد، قلبيها كويس جدا جدا على كل الاتجاهات. واوعي تغلي الميه، خلي الميه اعلى من السخنه بشويه زي ما انت شايفة كده. اوعي تسيبيها على ناحية واحدة، قلبي الكرشة قلبيها. وما اخدتش معايا اي وقت، وهبدأ ان انا اخرج الكرشة علشان اشوف انا هعملها بقى ازاي، وايه المكون اللي انا هحطه على الكرشة اللي يخلي الكرشة مش هتتعبني وهي بتتنضف ومش هتاخد وقت معايا. شلت الكرشة من المية اهي، والمية فعلا ما بتغليش زي ما انتوا شايفين، وهروح حطها بقى في الطبق او في الصينية. يلا بقى عشان نشوف احنا هنعمل ايه. خدت الكرشة فردتها على الرخامة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نشوف احنا هنعمل في الكرشة دي ايه. حبايبي انا حابة ان انا مفصلش الفيديو، انا حابة ان انا تكونوا معايا في الفيديو من الاول للاخر، لان في ناس بتستعصى عليها ان هي تنظف الكرشة ديت فبتوديها بره، وبتبقى حابة ان هي تنظفها. هي بتتنظف بكل سهولة بمكون سري وسحري وموجود في كل بيت، مفيش حد فينا مش بيستعمله. احنا جايبين المعلقة السحرية دي هننضف بيها الكرشة، هتخلي كل الحاجات السوداء اللي في الكرشة دي تفور وتتقشر معانا بكل سهولة. مكون موجود في كل بيت مفيش حد ما بيستعملهوش. ايه هو المكون ده؟ ها يا ترى ايه هو؟ كيس البيكنج باودر بتاع الحلويات يا جماعة. كيس الحلويات بتاع البيكنج باودر. انا جايبه كيس بيكنج باودر وبدات ان انا ارشرشه كده على الكرشه زي ما انتوا شايفين. ده كيس واحد اخدت منه معلقه عملت بيها اول الفيديو، وبقيت الكيس رشيته على الكرشه. ما شاء الله، هو ده الكيس السحري السري الخطير اللي هيفور الحاجات السوداء اللي على الكرشه ديت وهتخليها تطلع معانا بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين انا قربت لكم، بصوا بيفور الحاجات ازاي. شايفين؟ انا بقى لسه حطاها، هبدأ اعمل بالسكينة كده. بصوا شالت بسرعة، بس لا لسه. احنا هنسيب البيكنج باودر على الكرشة دي بالظبط ربع ساعة. فانا هبدأ ان انا اشبع الكرشة كلها بكيس البيكنج باودر اللي انا حطيته عليها، علشان بعد ربع ساعة ابدأ ان انا اعمل الكرشة. عدت الربع ساعة، بصي الجمال والحلاوة، بصي السحر. يعني حاجة احنا ما كناش نتخيلها، حاجة موجودة عندنا في بيتنا واحنا سهلة وبسيطة وممكن نعمل بيها الكرشة. كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا العيد لسه خلصان. انا حبيت ان انا انزل لكم الفيديو دوت علشان اوريكم انا بعمل الكرشة بكل سهولة عندي في البيت، فانا حبيت ان انا اشارككم معايا واوريكم ازاي انا بعمله بطريقة سهلة وبسيطة، واخلي حبايبي كمان اللي نفسهم ينضفوا الكرشة في البيت ينضفوها معايا بكل سهولة، وما بتاخدش معايا اي وقت وما بتاخدش معايا اي مجهود. طبعا السكينة دي انا مش سناها علشان ما تقطعش معايا الكرشة. السكينة دي باردة، انا مش سناها، يعني سكينة عادي من المطبخ، وبدأت ان انا انضف بيها الكرشة بكل سهولة. ما اخدتش معايا بالظبط اي وقت. انا حبيت اشارككم من اول ما ببدأ ان انا انضف الكرشة. يعني انا دلوقتي لسه بادئه في الكرشة ومش هفصل الفيديو، مخلياكم معايا لغاية اخر وقت انا هنضف فيه الكرشة.
ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بتخرج منها الحاجات بكل سهولة. يعني مجرد ان انا بمشي السكينة بس. انا سرعت الفيديو حاجة بسيطة علشان ما اطولش عليكم الفيديو، لكن انا حبيت ان انا اوريكم ان هو ما اخدش معايا لا وقت ولا مجهود خالص. ما شاء الله بصوا شايفين. هابدأ بقى إن أنا أنضّف المكان وأنا باعمل الكرشة طبعًا، علشان ما أبهدلش المطبخ كلّه، فأنا عايزة المكان بس يبقى نضيف، هو اللي حواليّا اللي أنا بانضّف فيه بس اللي يبقى إيه، متبهدل وفي الآخر أنا هانضّفه. فطبعًا هابدأ كل شوية كل أمّا أنضّف الكرشة زي ما أنتم شايفين كده، ألملم كل الحاجات اللي خارجة من الكرشة عشان ما تبهدليش المطبخ، وأرجع أنضّف المطبخ من الأول وجديد. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الكرشة ما أخدتش أي وقت، مجرد ان انا بمشي السكينة عليها بسرعة فهي بتاخد كل الحاجات السوداء اللي خارجة منها. البيكنج باودر طبعا اوعوا يا جماعة تحطوا الكرشة في مية بتغلي. الناس اللي بتعمل، انا كنت زمان بعمل الحركة دي، كنت بفضل اسقط الكرشة في مية بتغلي واخرجها واقعد احك جامد والسكينة تكون مسنونة، واقعد احك فيها جامد وانضف في الكرشة وبعدين تبرد تاني اروح احطها لا، دي الطريقة دي أسهل بكتير. والمية اوعي تكون بتغلي، المية تكون فوق السخنة بشوية زي ما انتوا شايفين. أنا كنت بقلب الكرشة في الحلة، وطبعا لو المية بتغلي استحالة ان انا كنت هقلب الكرشة بايدي. انا كنت بقلب الكرشة في الحلة وهي المية كانت سخنة، بس كانت سخنة زيادة قوي يعني، ازيد شوية من السخنة يعني ايه، مش دافية لأ، سخنة شوية، سخنة أوي يعني بس ما كانتش بتغلي. وابدأي قلبي فيها الكرشة وخرجيها وروحي فرداها وانزلي بيها على على كيس بكيس البيكنج باودر وسيبيه ربع ساعة. بعد ربع ساعة ابدأي حكي الكرشة بالسكينة كده زي ما انت شايفة. وطبعًا السكينة ما تكونش مسنونة علشان ما تقطّعش معاكِ الكرش. زي ما أنتم شايفين بقى هانضّف بقى علشان أكمّل بقية الكرشة وما تبهدليش الدنيا. خلاص كده نضّفت من حواليّا ويالّا بقى أكمّل بقية الكرشة. بُصّوا ما أخدتش معايا أي وقت، أتمنى إن أنتم تعملوها بطريقتي وتقولي لي رأيِك ودعوة جميلة في كومنت جميل زيِّك. أنا مستنياكم، اللي يجرّب طريقتي يقول لي رأيه في كومنت جميل إن شاء الله يا رب تعجبكم. وإن شاء الله الطريقة دي إن شاء الله أنتم على طول هتمشوا عليها، لإن أنا دلوقتي أصلًا ما باعملش الكرشة غير بالطريقة دي، وباحب إن أنا أنضّفها لنفسي في البيت. ما بتاخدش معايا أي وقت، وأنا معتمدة الطريقة دي من ساعة أمّا جرّبتها، وأنا باعملها على طول بالطريقة دي. أتمنى إن أنتم تجرّبوها وأنتم فعلًا مش هتبطّلوا إن أنتم تعملوها بالطريقة دي. الناس اللي بتنضّف الكرشة في البيت والله الطريقة دي هي هتنفعهم جدًا، هتبقى سهلة وبسيطة ومش هتتعبِك خالص. خلاص كده خلّصت الكرشة، ما شاء الله زي ما أنتم شايفين على بال ما اتكلمنا كلمتين كانت الكرشة خلصت. أنا طبعًا مسرّعة الفيديو بس والله مش مسرّعاه كتير للدرجة، بس أنا علشان ما اطوّلش عليكم. أنا بالضبط بالكلام اللي إحنا قُلناه كان أخدت الكرشة معايا بالضبط ربع ساعة. يعني ببداية الفيديو وأنا باسقّط الكرشة في المَيّة، وبعد كده سِبت الكرشة بعد ما حطيت البيكنج باودر ربع ساعة، وبعد كده بدأت أشتغل فيها قولي 10 دقايق. 10 دقايق الكرشة دي كانت خلصت معايا وكانت زي الفل زي ما أنتم شايفين. طبعًا أخدتها غسلتها وفردتها وقُلت أوريكم الجمال والحلاوة. بُصّوا إيه رأيكم؟ وبكده خلاص خلصنا الفيديو وعملنا الكرشة ونضفناها بأسهل طريقة ومش متعبة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب أكون عند حسن ظنكم وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.